السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة أتمنى فيها أن ينتهي الكابوس الكرواتي. أتمنى أن ينتهي كابوس وجود المنتخب الكرواتي في كأس العالم. أتمنى أن لا يصعد منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم. أتمنى أن الأرجنتين تريحنا من وجود المنتخب الكرواتي في نهائي كأس العالم، وإن شاء الله رفاق ميسي اليوم يكونوا قادرين على حسم هذا الأمر وإنهاء وجود المنتخب الكرواتي الممل والمتعب والمرهق واللي بلا لون ولا طعم ولا رائحة ولا كرة ممتعة ولا كرة هجومية. المنتخب الكرواتي لا يميزه شيء سوى أنه فريق بيستطيع أنه يدافع حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة وصولا إلى الأشواط الإضافية ووصولا إلى ركلات الترجيح، وبالتالي فريق بهذا الشكل كما النسخة الماضية من كأس العالم في 2018 احنا على موعد مع المنتخب الكرواتي انه يعمل ملل جديد ويصعد الى نهائي كأس العالم. عشان هيك نتمنى انه المنتخب الارجنتيني على الاقل يصعد الى نهائي كأس العالم ويقصي المنتخب الكرواتي. مزيد من الملل بدناش، مزيد من اللعب الغير ممتع بدناش، وصيف لبطولة كأس العالم اسمه المنتخب الكرواتي من جديد برضه بدناش. حتى لو انه المنتخب الكرواتي يعجب البعض ما يعجبش البعض، اعتقد انه الكوكب كله اليوم اصبح يجمع على انه المنتخب الكرواتي فريق ممل، فريق لا يؤدي كرة قدم حديثة على الإطلاق بتاتا. هذا الفريق لا يجيد كرة القدم الحديثة، إنما كرة القدم الدفاعية ثم الدفاعية ثم الدفاعية فقط. الطريقة اللي بيلعب فيها المنتخب الكرواتي وصولا إلى الدقائق الأخيرة في مبارياته. كان الحديث حتى عن دور ال 32 والصعود كثاني لهذه المجموعة، أو حتى الصعود أمام اليابان ثم البرازيل وصولا إلى دور الأربعة. واليوم نتحدث عن مباراة المنتخب الكرواتي أمام المنتخب الأرجنتيني. أولا نتمنى صعود المنتخب الأرجنتيني إلى نهائي كأس العالم لأنه نهائي كأس عالم، ونريد أن نرى الأرجنتين في هذا النهائي، ومن يحبون ميسي والأرجنتين يرون منتخب الأرجنتين في النهائي، وأيضا من يكرهون كرة القدم العقيمة والمملة أيضا بأن لا يروا المنتخب الكرواتي في الدور النهائي. وإن شاء الله نشوفه فريق يدافع عن مركز ثالث ولا رابع، مش هان المشكلة. المهم أن لا نرى المنتخب الكرواتي إن شاء الله في النهائي، وأن ينجح ميسي ورفاقه في إنهاء هذه الظاهرة المتمثلة بمنتخب كرواتيا الذي يصعد من دور إلى دور بركلات الجزاء الترجيحية كما فعلها مع المنتخب الياباني. قلنا ماشي، يفعلها مع المنتخب البرازيلي طبعا كانت متعبة. وبالتالي احنا بنحكي عن نسخة مملة ومملة جدا بوجود هذا المنتخب في دور الأربعة، وإن شاء الله ما يكملش في الأدوار النهائية.